السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل النبي جبريل عليه السلام: هل أنت تضحك؟ فقال: نعم. قال: متى؟ قال: من حينما يولد الإنسان إلى أن يموت وهو يبحث عن شيء في هذه الدنيا لم يخلق في هذه الدنيا. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا الشيء؟ فقال جبريل: الراحة. إن الله لم يخلق الراحة في الدنيا ولكنه خلقها في الآخرة. فترى الطفل يريد أن يكبر، والكبير يريد أن يعود طفلا، والمتزوج يريد أن يعود عزبا، والعازب يريد أن يتزوج، والتي أنجبت تقول: يا ليتني لم أنجب، وتتذمر وتتضجر، والتي لم تنجب تتمنى لو تنفق عمرها كلها وتنجب طفلا. سبحان الله. السيدة مريم قالت إيه؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا، لم تكن تعلم أن في باطنها نبي. سيدنا موسى عليه السلام حينما جاء يدفن أخاه هارون تذكر ظلمة القبر فبكى، فأوحى الله إليه: يا موسى، لو أوحيت للموتى أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك. يا موسى، لم أنساهم فوق هذه الأرض وهم أحياء مرزوقين، أفأنساهم في باطن الأرض وهم ميتين. يا موسى، حينما يموت العبد لا أنظر إلى كثرة معاصيه ولكني أنظر إلى قلة حيلته. سبحانك يا الله، ما ألطفك وما أرحمك بنا. سبحانك يا الله. يعني بعض الكلام كده يريحك نفسيا ويخليك تتأمل في رحمة ربنا كتير مع الطاعة طبعا وكل شيء. بس رحمة ربنا هي رقم واحد قبل عملك وقبل صلاتك وقبل كل حاجة. مطالب أنت تعمل كل ده وكل العبادات، ولكن تكون عندك كده أمل في رحمة الله عز وجل. لو لقيت الدنيا بتضغط عليك في هموم، في كتير، في مشاكل، فاعلم أن الله عز وجل يريد إخراج أجمل ما في قلبك. اصبر واحتسب، وتذكر أننا عابرون في هذه الدنيا، وأن العيش عيش الآخرة.